بتنام في أي حتة بمجرد ما تضحك، ونامت قبل كده في حمام السباحة. بيلا سيدة بريطانية عندها 24 سنة، عندها حالة مرضية نادرة جدا، واللي بتخليها تنام بشكل لا إرادي بعد ما تدخل في نوبة ضحك. كل ما تضحك تنام، ووصل بيها الحال إنها كانت بتنام في الاحتفالات في النوادي الليلية. ده غير إنها كانت بتنام في حمام السباحة، وده تسبب قبل كده في غرقها، وده حصل لها في فترة مراهقتها. طول عمرك بتسمع عن اللي مات من الضحك، لكن أول مرة تسمع عن اللي نام من الضحك. لكن ده يعتبر حالة مرضية نادرة جدا. واللي فيها المشاعر القوية المصابة للضحك بتتسبب في ضعف مفاجئ في العضلات. حالة نادرة وفي نفس الوقت خطيرة، وبتعرض صاحبها لأزمات كتير لأنها بتحصل بشكل مفاجئ في أي مكان. وده اللي حصل مع بيلا، وفي مرة من المرات الضحك كان هيكلفها حياتها كلها بعد ما نامت في حمام السباحة في أجازتها. إنها فقدت السيطرة على كل عضلاتها وقت ما ضحكت. وقالت كمان إن ركبتها ضعفت وراسها بدأت تتدلى، وإنها ما كانتش مدركة ولا واعية ولا قادرة تسمع أي حاجة، وما كانتش قادرة إنها تحرك جسمها خالص. وشرحت حالتها وإنها إزاي بدأت معاها، وقالت إنها بدأت أول مرة لما حست بالدوار وقت ما ضحكت، وبعدها اتطورت أكتر وبدأت عينيها تتقفل بالكامل وما تشوفش حاجة بيها. بيلا قالت إنها في مرة من المرات شافت كوباية الشاي وهي بتنزل في كل مكان، وكانت حاسة بيها لكن ما قدرتش إنها تشيلها أصلا، وما كانتش قادرة تتحكم في أي حاجة وقتها، وكان الأمر بالنسبة ليها مخيف وخطير جدا. حالة بيلا اتشخصت في 2015، وبدأت بيلا بعدها تزور أخصائي واللي اكتشف إنها مصابة بحالة الجلد المرتبطة بمرض الخضار. لكن بيلا بتتكيف مع الحالة دي، وده لأن حالتها دي ملهاش أي علاج في الأساس، لكن مش من الصعب إنها تتغير. وده اللي تقدر تعمله بيلا بإرادتها، لأنها تقدر تغير نمط حياتها.